التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام نادي بلدية المحلة في البروفا الأخيرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. المباراة الذهاب طبعا هتتلعب يوم 18، ومباراة العودة هتتلعب يوم 25. مباراة الذهاب هتتلعب طبعا في تونس، مباراة العودة هتتلعب في القاهرة يوم 25. ومعايا كمان ماتشات في الدوري المصري في الجولة رقم 22، ومعايا ماتشات في دوري ابطال اوروبا. يعني اللي مش متابع دوري ابطال اوروبا يعني هقول لكم على الفرقتين اللي وصلوا النهائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده بعدد من اللايكات والاشتراك في القناه، ده شيء اساسي. عايز اوصل ل 1000 مشترك. نخش الاول على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. طبعا في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع طبعا ياسر ابراهيم ومتولي. دي توقعاتي. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 2 دفاع ياسر ابراهيم ومتولي. وينج يمين محمد هاني، وينج شمال عمر كمال عبد الواحد، او ممكن يلعب علي معلول، اي واحد في الاثنين. ثلاثة في خط الوسط اكرم توفيق مروان عطية هم امام عاشور، وثلاثة رضا سليم ناحية اليمين، وحسين الشحات ناحية الشمال، ووسام ابو علي في الهجوم. يعني طبعا مصطفى شوبير طبعا يعني لا خلاف عليه في حراسة المرمى. هو طبعا اللي بيلعب في المباريات الأخيرة ديت. وطبعا عودة محمد الشناوي، بس طبعا محمد الشناوي طبعا رجع في وقت يعني ما ينفعش ان هو يبدأ دلوقتي بصراحة الماتشات، لان طبعا الاهلي داخل على نهائي دوري ابطال افريقيا. فما ينفعش طبعا محمد الشناوي يلعب ماتش زي ده ويجي مصطفى شوبير يلعب الماتشين اللي بعدهم بتاع النهائي. لازم ان مصطفى شوبير لازم يبدأ الماتش ده، ولازم يلعب الماتش ده كامل عشان خاطر هو اللي يفضل موجود، عشان خاطر يفضل موجود في التشكيل. طبعا 2 في الدفاع ياسر ابراهيم ومتولي. طبعا عودة ياسر ابراهيم، ممكن نشوف ياسر ابراهيم يبدأ من اول المباراة. ممكن المدرب يبدأ مثلا برام ربيعة ومتولي، ممكن يبدأ برام ربيعة وياسر ابراهيم ويطلع متولي ينزله الشوط الثاني. ما نعرفش، هما ثلاثة في الدفاع، رام ربيعة وياسر ابراهيم ومتولي، في 2 منهم هيلعبوا. ناحية اليمين طبعا محمد هاني، ولان انا شايف يعني ان هو في المباريات الاخيرة ان هو مستواه متراجع شوية. بس طبعا المدير الفني هيلعبه، مارسيل كولر هيلعبه الماتش ده بالذات عشان خاطر طبعا مفيش بديل لمحمد هاني. اللي هو الوينج اليمين دلوقتي الوحيد في النادي الاهلي، هو اللي يلعب امام الترجي التونسي، لان طبعا عمر كمال عبد الواحد اي نعم بيلعب ناحية اليمين مع محمد هاني، بس عمر كمال عبد الواحد ما هوش مقيد افريقيا، فما فيش الا محمد هاني. عشان كده مارسيل كولر هيلعبه من بداية المباراة. يعني لو ماتش مثلا لو الاهلي كسبان مثلا في الشوط الاولاني او في الدقيقه 60 مثلا، والماتش مثلا سير المباراه ماتش مع النادي الاهلي كويس، ممكن مثلا مارسيل كولر يريحه وينزل واحد تاني مكانه، او مثلا ممكن ينزل اكرم توفيق مكانه ويبدل في التشكيله يعني مع مجريات الماتش. طبعا ناحيه الشمال طبعا انا ممكن يلعب علي معلول عشان خاطر برضه يثبته، ممكن يلعب عمر كمال عبد الواحد. يعني مش عارف، ممكن مثلا ينزل عمر كمال عبد الواحد مثلا بداية المباراة وينزل مثلا علي معلول في الشوط الثاني، او ممكن العكس. 3 في خط الوسط اكرم توفيق مروان عطية وامام عاشور صانع العاب، وعودة اليو ديانج انا بتمنى الصراحة اللي هو حتى ينزله الشوط الثاني، حتى ولو جزء في الشوط الثاني، على حسب برضك مجريات المباراة. لو النادي الاهلي كسبان والنتيجة خدنا للاهلي في الشوط الثاني في اخر ربع ساعة، ممكن اليو ديانج ينزل. وبصراحة قفشه بصراحة اتمنى برضك ان المدير الفني ينزله على حساب اي حد في الشوط الثاني، حسب برضك مجريات المباراة. تمام كده. 3 بقى في الهجوم طبعا لا خلاف عليهم، رضا سليم ناحية اليمين، حسين الشحات ناحية الشمال، ووسام ابو علي في الهجوم. طبعا ال3 اللي قدام دول ما فيهمش اي خلاف طبعا. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لازم يفوز بكره، مش عشان خاطر ال3 نقاط، عشان خاطر اللعيبه تبقى رايحه نهائي دوري ابطال افريقيا، والروح المعنويه بتاعتها مرتفعه طبعا، بخلاف ال3 نقط وترتيبنا في الدوري. طبعا لسه فاضل لنا ماتشات تانية، بس طبعا الفوز بيخلي اللاعيبه روحها مرتفعه وتبقى رايحه عندها ثقه زايده ان شاء الله. وباذن الله الان النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه قدام نادي الترجي هناك، عشان خاطر نجي هنا في القاهره باذن الله ماتش العوده ونعمل نتيجه كويسه ونكسب الترجي هنا باذن الله، وان شاء الله نكسب دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي. نروح بقى على بقيه الماتشات معانا في الدوري المصري في الجوله
رقم 22. ولا هقول لكم الاول على ماتشات دوري ابطال اوروبا دور نصف النهائي. كان معانا مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان. مباراة الذهاب خلصت لبروسيا دورتموند 1-0، ومباراة العودة خلصت أيضا بنتيجة 1-0 لبروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا، وبروسيا دورتموند يوصل إلى النهائي بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان. بروسيا دورتموند كده راح إلى النهائي. المباراة الثانية معانا ريال مدريد وبايرن ميونخ. طبعا تعادلوا مع بعض بنتيجة 2-2 على أرض بايرن ميونخ، وراحوا على أرض الريال. الريال كسب بنتيجة 2-1 بعد ما كان خسران 1-0 طول المباراة، وجي في آخر 5 دقايق أو آخر 7-8 دقايق كده كان خسران 1-0. وريال مدريد طبعا عمل ريمونتادا تاريخية وجاب جونين. أي نعم الجون الأولاني غلطة من الحارس بتاع بايرن ميونخ، لأن طبعا الكرة راحت له ومسكها بإيده ووقعت من إيده، وطبعا المهاجم حطها في الجون. والجون الثاني طبعا لريال مدريد طبعا، وكسبوا في آخر 5 دقايق 2-1. طبعا يا جماعة مفيش فرقتين بيعملوا كده في العالم الريمونتادا ديت غير هما فرقتين اتنين بس، الاهلي وريال مدريد. انا طبعا اهلاوي مدريدي، فاتمنى طبعا ان النادي الاهلي ياخد بطولة افريقيا، وريال مدريد ياخد دوري ابطال اوروبا. ده يعني كده النهائي بروسيا دورتموند وريال مدريد، اتمناها ريال مدريد طبعا ان شاء الله يعني. نروح بقى اخر حاجة معانا على ماتشات الدوري المصري في الجولة رقم 20 في الجولة رقم 22. أول ماتش معانا زد وسموحة، والزد كسب سموحة 2-1. كده زد عنده 36 نقطة في المركز الثالث ولعب 22 مباراة. أما نادي سموحة عنده 31 نقطة في المركز السابع ولعب 21 مباراة. المباراة التانية معانا الإسماعيلي والداخلية، والإسماعيلي كسب الداخلية بنتيجة 1-0. كده الإسماعيلي عنده 25 نقطة في المركز ال 12 ولعب 22 مباراة. أما نادي الداخلية عنده من النقاط 11 وفي المركز ال 18 والأخير ولعب 21 مباراة. المباراة الثالثة معانا فيوتشر والبنك الأهلي، وتعادلوا مع بعض بنتيجة 1-1. كده فيوتشر عنده من النقاط 27 في المركز ال 11 ولعب 20 مباراة. أما البنك الأهلي عنده من النقاط 19 في المركز ال 14 ولعب 22 مباراة. نروح على المباراة الرابعة معانا فاركو والجونة. فاركو فاز على الجونة بنتيجة 2-1. كده فاركو عنده من النقاط 16 في المركز ال 16 ولعب 20 مباراة. أما الجونة عنده من النقاط 18 في المركز العاشر ولعب 21 مباراة. المباراة الأخيرة معانا سيراميكا كيلوباترا وطلائع الجيش، وسيراميكا فاز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1. كده سيراميكا كيلوباترا بعد هذا الفوز وصل إلى النقطة 31 في المركز السادس ولعب 20 مباراة. أما طلائع الجيش عنده 28 نقطة في المركز التاسع ولعب 20 مباراة. وبكده أكون خلصت معاكم الفيديو النهاردة. أتمنى من أي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. عايز أوصل بالفيديو ده بعدد من اللايكات فضلا وليس أمر، والاشتراكات في القناة. طبعا الاشتراك في القناة، طبعا أنا بدعوكم الاشتراك في القناة. عايز أوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.